خويا شحال الثمن ديال الطياره؟ عرفت هذا السؤال شحال مره كيتعاود، ولكن شوف راه ساهل باش تعرف الثمن ديال الطياره. خلينا حكا غادي ندخل لجوجل ونشوف الثمن، لا غادي يعطيك الثمن اللي اكزاكت وغادي يعطيك الثمن اللي يقدر يكون رخيص، ولكن الا بقيتي معايا في الفيديو غادي نوريك كيفاش ترجع 70% ديال الروتور وبلا ما تخلص عليه ريال. المهم ما علينا. كاينين بالنسبه للبرازيل كاينين جوج خطوط كيجيو لنا للبرازيل، كاين الخطوط المغربيه وكاين الخطوط القطريه. الفرق اللي كاين بيناتهم كاين الفرق ما بين الباكاج وما بين الوقت وما بين الثمن. القطريه كتكون ديما ناقصه على المغربيه بواحد 1000 درهم، وكتكون زايد عليها باليزه ديال 23 كيلو، غير هي كتكون فيها الوقت 24 ساعه. اما المغربيه كتكون كتراوح من بين 7 سوايع حتى 10 سوايع. بالنسبه للباكاج كتكون باليزه ديال 23 كيلو وباليزه ديال 10 كيلو. القطريه كيكونوا جوج بالز ديال 23 كيلو وباليزه ديال 7 كيلو. يعني بالنسبه للناس اللي قادرين يسافروا 24 ساعه كامله وما عندهمش مشكل في الوقت، من الاحسن لهم القطريه. ماشي مشكل. دابا ندخلوا للثمن. الثمن دابا حاليا بجوج مطالعين في الثمن اللي غادي يقطع بحال دابا في هذه الايامات ديال الصيف. الثمن مشرشط بلا ما تمحل راسك، ولكن كاين واحد الوقت اللي غادي تقطع فيه بثمن رخيص. الا بغيتي ثمن رخيص كتقطع قبل بشهرين ولا 3 شهور. ملي كتقطع قبل بشهرين ولا 3 شهور انا نعطيك كيفاش تشيكي. الا بغيتي تشيكي على ثمن رخيص كتدخل من ورا 12 ديال الليل. عقلوا اخوتي، من ورا 12 ديال الليل كتدخل كتقلب قبل بشهر قبل بشهرين قبل ب3 شهور حتى كطيح في واحد النهار اللي كيكون فيه الثمن ديال الالي ب 6000 درهم والروتور ب 6000 درهم ولا اقل من 6000 درهم. وعاوتاني المغربيه كتقدر تروشيرشي في اي وقت انت وزهرك في الثمن، انت وزهرك. مازال القطريه من ورا 12 ديال الليل هذه متاكد منها 100%. دابا غادي ندوزو بالنسبه كيفاش تقدر ترجع الروتور اللي كتسنى فيه من الاول ديال الفيديو. الروتور بعد في المغربيه الا قطعتي نورمال ما كيرجعوش لك فلوس الروتور، يعني الا انيلتي الروتور ما غادي يرجع لك والو. كاين لوبسيون الثانيه اللي كاينه في الخطوط المغربيه كتنقص لك من الروتور 2880. وكاينه طريقه اخرى كتخلص عاوتاني، ولا الاوبسيون الثالثه كتنقص لك غير 100 درهم من فلوس الروتور. ولكن القطريه العكس ديال هادشي، ولكن خاصك تكون مريك الا بغيتي ترجع ديك 70% اللي قلت لك انا في البدايه ديال الفيديو عند القطريه. غتقول لي كيفاش؟ غادي نقول لك الا بغيتي تقطع طياره قطع بكارت كيشي ديالك. يعني غادي تقطع بكارت كيشي ديالك، غادي تدخل راسك، غادي تعمر لي كوردوني ديالك، تدخل الباسبور ديالك، تعزل البلاصه من الاحسن بلا ما تعزلها. خليتها تقرب 48 ساعه قبل ب 48 ساعه وراك غادي تعزلها فابور، ما غادي تخلص عليها حتى ريال. المهم ملي كتخلص بكارت كيشي كتطلع كتمشي كتوصل سالم من البرازيل، كتنزل في المطار، كتخدم كونيكسيون ديال المطار، كتانيلي الروتور، كتصبر واحد 10 ايام 12 يوم كترجع لك 70% من الروتور. ونتلاقاو في الفيديو الجاي.